هلا وحبايب، رجعت لكم بفيديو جديد من المطبخ العراقي في نيويورك. سووا لي فولو سبسكرايب، ضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كل الاشعارات. طبختنا لليوم راح اسوي البرياني ويا الدجاج. فهاي عندي هنا تقريبا يعني دجاجة بس مزيدة عليها. هاي أصدور الدجاج هيك قطعتها بهذا الحجم. وعندي هنا راس بصل واحد وثلاث فصوص ثوم. انا ما عندي هذا البصل العادي اليوم، فراح اسوي بهذا الاحمر. انتوا تقدرون يعني باي نوعية عندكم. فراح اثرم البصل ويا الثوم وابدي اول مرة اسلق الدجاج. هذا راس البصل والثلاث فصوص ثوم راح اول مرة احمسهم قبل لا اضيف الدجاج. هسه نقدر نضيف الدجاج. نضيف هاي البهارات مع مرق الدجاج، واضيف هذا النومي، واضيف الكمون، وشوية هذا الكركم يعني رشة، والبصل المطحون والثوم المطحون، واحمسه زين واضيف المي. يكون المي يغطي الدجاج، واغطي عليه او اتركه فد 3-4 ساعة لحد ما الدجاج يستوي. هسه الدجاج حبايب قبل لا يستوي نضيف له الملح. نخلي الملح اخر شيء على مود الدجاج يستوي اسرع. هنا اقلى الدجاج، يعني هاي عندي كوب واحد بزمتي رايس غسلته او نقعته، وكوب واحد شعريه، وكوب واحد بازاليا، وراح هاي الراسين بتيتا وثلاث يعني جزرات راح احطهن بهاي حتى اسويهن ناعم وحتى اقليهن. يعني راح اريتهن اني بهذا يعني بهذا الحجم، يعني صغار. هذول هم اثنين، يعني 2 بوتيتات راسين. اريده بهذا السايز يعني الحجم، فراح افرغه واسوي الجزر نفس الطريقة. هيك حبايبي بهذا الحجم. فهسه راح اروح اقلي هاي الجزر والبوتيتا، اقليهم واراويكم اياهم. للرز نضيف هاي الملعقتين مال الزيت، وهذا الرز اللي غسلته ونقعته، يعني هو طبعا تضاعف حجمه لان نقعته، فراح اذبه يعني نفس التمن. راح اجيب مي يكون يغطي المي، يغطي التمن. هسه حبايب احتاج هاي بهارات البرياني، اضيف فد ملعقة اكل، وشوية دارسين او سينمون او قرفة قليل يعني يسوي ريحة حلوة، وشوية كركم، وقليل من الملح، واضيف عليه المي يكون يغطي المي، واتركه على النار. نحركه ورا ما ضفنا البهارات والملح، ونتركه لحد ما نشوفه نشف المي مالته. بس نغطي عليه ونتركه ونشيك عليه فد 10 إلى 15 دقيقة، ونشوفه الى نشف المي نقلل عليه النار. نشف المي من هذا الرز. هسه نحركه ونقلل النار عليه ونعوفه شوية يعني يتسبك. واغطي السيليكون. هسه نبدي نقلي
هسه البوتيتا من صارت بهذا الشكل طلعوها على هذا الورق مال المطبخ حتى تمتص الزيت. نفس الدهن نقلي الجزر. هسه الجزر هم هيك مستوى انطلع استوى، هنحطوه على هذا البيبر تاول على مود يمص الزيت. هسه نقلي الشعرية تصير حمرة ونضيف عليها الماء، نضيف قليل من الملح وقليل من هذا الكركم قليل، ومال برياني شوية هم قليل، وهذا السينمون القرفة. هسه نضيف قليل من المي، يعني هي كوب واحد مال شعرية اضيف عليها ربع كوب مي، ربع. واغطيها لحد ما يعني شوية تستوي. هسه مثل وصلت هيك الشعرية نشفت، اضيف عليها هاي الكوب الواحد مال البازاليا المسلوقة. وهسه نضيف هاي البطاطا اللي قليناها هم على الشعرية، كل شي صار جاهز يعني. واضيف هذا الجزر اللي هم ما تقليته كله سوا اضيفه. وهذا حبايبنا طبقنا مال البرياني والدجاج لليوم خلاص. حبيت اشارككم بيه وان شاء الله تستفادون من عنده، وشوفوا التمن شلون شكله يعني حلو، مو معجن، وكل شيء مستوي وقليت، وان شاء الله يعجبكم. وهذا السوب والزلاطه ان شاء الله يعجبكم طبختنا لليوم. وتابعوني على المطبخ العراقي في نيويورك، سووا لي فولو سبسكرايب. شكرا على المشاهده، وشكرا على كل من كتب كلمه حلوه انه يدعمني ويساندني، انا كلش اشكركم. وان شاء الله هاي الوصفه تستفادون من عندها. احبكم.